لا يا سيدي، انا جاي الدنيا هرج، كانت جمله كده اتقالت في مسرحيه او في مسلسل او حاجه ليها علاقه بان هو ايه، انت جاي الدنيا تعمل ايه في عيشتك، يعني انا جاي اهرج. فهنا خدنا لاركان الاستخلاف. اركان الاستخلاف اللي هم ايه؟ لو انا عارف ان انا خليفه الله في الارض، ففي المفروض اعرف المفروض اعمل ايه. فالمفروض اعمل ايه؟ فاشوف ايه اركان الاستخلاف، فلقيت ان اركان الاستخلاف هم العباده والعلم. فلو انا بعمل علم بس من غير عباده، يبقى اذا كده في خلل او في مشكله. والعكس بالعكس، عباده فقط من غير علم، فكده في خلل او في مشكله. وده اعرف اركان الاستخلاف وامشي الاثنين مع بعض بتوازن يعني. طيب لو انا ما اعملش ده او ما اعملش ده، يبقى انا بينطبق عليا جمله انا جاي الدنيا اهرج. فربنا يعافينا واياكم، يعني ان ما يكونش جايين الدنيا نهرج، وان احنا نبقى عارفين دورنا ايه ومراجعين دورنا ايه. فلعلنا دلوقتي كتذكره ان احنا نراجع دورنا ونفكر بعض ونعين بعض بان احنا نعرف دورنا ايه واركان دورنا ايه، ونبدا لو ما كناش مفعلينه نفعله.